شوف انا كبيره اهو، بس لحد دلوقتي بخاف ان انا اما ابقى في مناسبه اتكلم مع ناس او افتح مواضيع او احضر اي اجتماع. ده ممكن يكون اضطراب اسمه اضطراب الرهاب الاجتماعي. ده حله ايه؟ لو انا رايح اي تجمعات ما اعزلش نفسي فيها، انا ممكن ابدا الموضوع ستيب باي ستيب، اللي هو لو التجمع ساعتين اقعد نص ساعه. انا عارفه انك بتبقى عايز ومش عارف او خايف من ده وكاشش منه، بس احنا لو داخلين في جروب فيه 4 افراد هبدا اتكلم مع فرد واحد، هبدا المره الجايه يبقوا فردين، يبقوا 3 وهكذا. لكن مش الحل خالص ان انا يحصل لي عزله وان انا انعزل عنهم تماما. لو عرفت ان انا اصحابي خارجين اخد الخطوه واروح معاهم. انا اعرف ناس بيتفقوا على الخروج، اول ما يلاقوا اصحابهم بيرنوا عليهم التليفون بيقفلوا التليفون على طول. فادي لنفسك فرصه وما تحركش من ده وتقفل على نفسك، مهما ان انت كنت بتحس ان انت لما بتروح انك غير مقبول، او ان انت بيحصل لك اعراض جسميه زي وجع بطن، زي تعرق شديد، زي شعور بالبروده. كل دي اعراض تدريجيا بتقل بس لما بناخد الخطوه. فلو انت بتعاني من الرهاب الاجتماعي تقدر تشرفنا في يوتوبيا وبنعمل معاك خطه علاجيه كامله عشان نوصل انك تكون علاقاتك الاجتماعيه افضل.